ان شاء الله كده هنعمل مع بعض الغريبة بطريقة تكون بسيطة جدا وسهلة، وهتطلعي كمية كبيرة قوي من نص كيلو دقيق. هتطلعي كمية اللي انت شايفاها قدامك ديت، وهنعملها زي ما بتشتريها بالظبط من بره. تمام، انا هنا كنت بوريكي اللون بتاعها، انا مسوية لون زي اللي بتشتريها من بره، اللون الابيض اللي احنا متعودين عليه. بس هنا انا كنت في الصاجين حمرتهم شويه، حابه تعمليهم كده، حابه مش حابه خلاص ندخل كده بقى على الفيديو بتاعنا كده. بس حبيت ان انا اوريلكم في الاول كده ان من اقل حاجه وابسط حاجه ممكن تعملي كميه حلوه قوي قوي. يعني نص كيلو دقيق طلع معايا الكميه ديت، وكان في طبق كمان اتاكل فيه في حدود 10 وحدات كده اتاكلوا. يعني النص كيلو بيعمل معاكي كمية في منتهى الجمال، وهتعمليها وهتعتمديها ان شاء الله، وهتعمليها وتبقى النتيجة ناجحة 1000000% معاكي، وهتبقى في منتهى الجمال من ايدك. نسمي الله كده وندخل على الفيديو بتاعنا ونصلي على رسولنا الكريم عليه افضل الصلاة والسلام. وندخل كده ونشوف المقادير بتاعتنا بسيطة جدا وخفيفة، بس حبيت ان انا اوريلكم كده الشكل قدامكم. والتزيين حاجة بسيطة جدا، المتاحة عندك واللي موجودة، ولو حابة تسيبيها سادة سيبيها سادة، هتبقى معاكي في منتهى الجمال. هنا الشوكولات شيبس انا كنت خايفة بصراحة ان هو يسيح من النار، لا في منتهى الجمال، رسمته حلوة وزي ما هي زي ما انت حطيتيها زي ما لقيتيها بالظبط. مقاديرنا بسيطة جدا، وهي نص كيلو دقيق، ومعاكي هنا السمنة. السمنه يا ريت تبقى خليط بين السمنه البلدي والسمنه العاديه اللي انت بتستخدميها، ولو سمنه بلدي هتبقى معاكي في منتهى الجمال. بس طبعا كلنا بنعمل حاجات على قد ايدينا وعلى قد ظروفنا، فالسمنه خليها خليط كده، ولو حتى معلقتين سمنه بلدي فيها هتديلها ريحه جميله جدا. واختاري نوع السمنه اللي انت بتفضليه وبتحبيه. هنا السمنه المجات بتختلف يا جماعه، المج بيختلف، مج عن التاني بيختلف، اللي عندي يختلف عن اللي عندك. فهنا حاولي ان الوصفه دي بالذات توزنيها. السمنة 350 جرام بالظبط، سيحيها عبيها في المجات بتاعتك، اوزنيها زي ما انت حابه. انا حبيت ان انا اوريلكم المجات دي كبيره على فكره عن المجات العاديه. وكمان عايرتها بالمج العادي، طلعت مجين الا ربع. فعلشان كده حبيت ان انا اوريكي الطريقه معايا او الوصفه معايا، ان المج ده كبير شويه، فما تاخديش بالمجات اللي قدامك دي. حاول ان شاء الله اكتب لكم المقادير بالظبط بالجرام وبالكوبايه، واحنا عارفين ان احنا كلنا بنستخدم الكوبايه في قلب بيوتنا، مش معظم البيوت عندها الميزان. فالمهم ان شاء الله هكتب لك المقادير بالظبط. معايا هنا مج سكر، مج الا ربع كده او الا معلقتين. زي ما انت شفت الطريقه قدام منك، الوصفه كلها عباره عن ضرب. اضربي السمنه مظبوط لغايه ما اللون هيفتحها معاكي كده يبقى فاتح، وبعدين انزلي بالسكر وبرده اضربي لغايه ما تبقى عامله زي الكريم شانتيه بالظبط معاكي كده. وكل اللي احنا حطيناه على الدقيق هي ذره ملح صغيره. ابتدي بقى اعجنيها هنا بقى، مش هقولك بطراطيف صوابعك كده او بصوابعك او كده، لا اعجنيها، ما تقلقيش منها وما تخافيش. بس في نفس الوقت ما تزوديش العجن، لان سخونيه ايدك ممكن تسيح السمنه زياده عن اللازم. مجرد ان انت كده تعجنيها وتحسي ان هي بقت مظبوطه، انا مقاديري مظبوطه، فعلشان كده الوصفه طلعت في منتهى الجمال. ان شاء الله هتعمليها وهتعمليها بمقادير مظبوطه جدا، وهتطلع الوصفه في منتهى الجمال معاكي. طريقتها سهله جدا وما بتاخدش منك وقت، ومن نص كيلو بتعملي كميه حلوه قوي. آه بالظبط. السكر كان 125 جرام، السمنه كانت 350 جرام. وان شاء الله هعايرها كده برضو بالكوبايه العاديه خالص، المج العادي. بس انا حبيت ان انا اديلك الفكره ديت، ان المجات دلوقتي بقت في مجات صغيره خالص وبرضو مجات شاي، فبقت المجات مختلفه تماما. فحاولي على قد ما تقدري وانت بتشتري كده الطلبات بتاعتك، حاولي ان انت توزنيها علشان تبقى معاكي المقادير مظبوطه وتطلع النتيجه ناجحه. انا هنا اختبرت العجينه واختبرتها وايدي لسه كانت متعاصه، يعني لسه كنت فيها، واختبرتها بعد ما غسلت ايدي في منتهى الجمال. حلوة قوي. التشكيل بقى هنا اللي يرجع لك انتي على حسب ما انتي حباه، صغيرة كبيرة، بس يا ريت تكوني بتصغريها كمان اكتر من ما انا صغرتها كده، بيبقى شكلها حلو قوي. هنا حبيت اعمل معاكم كده واحدتين. التزيين برضو هنا حابة تسيبها سادة مفيش مشكلة، حابة تزينيها براحتك. التزيين ده على حسب رغبتك انتي وعلى حسب المتاح عندك والموجود. حابة تزينيها بالمكسرات مفيش اي مشكلة. وهنا كده دي كانت الشكل بتاعها قبل ما ادخلها الفرن. تسويتها بقى، واهم حاجة التسوية بتاعتها،
لو وراكي اي حاجه كده سيبي اللي في ايدك كله وخليكي معاها بالظبط، لان هي ما بتاخدش منك اكتر من تلت ساعه في الفرن. هسويها في الفرن في فرن البوتاجاز على الشبكه كده من النص زي ما انتوا شايفين كده. وهتبتدي ان انت تكوني مسخنه وانت بتشكلي معاكي، سخني الفرن، ولعي الفرن بتاعك يسخن على نار وسط، وابتدي حطي، ما بتولعيش الشوايه خالص لان هي بتطلع معاكي لونها ابيض فاتح. وزي ما انتوا شايفين هي زادت سن صغيره زي ما انت شايفه قدام منك النتيجه اهي في منتهى الجمال. تزيين بقى الشكل الفوقاني ده بتعملي 3 كور صغيرين خالص لو انت حباه يعني، 3 كور صغيرين، 4 كور المتاحه عندي، هي الاخر واحده دي كانت 4 كور فحطيتهم في بعض كده. بتعمليها 3 كور صغيرين وبتحطوهم جنب بعض وبتطلع معاكي في منتهى الجمال. كان خلاص كان كده خلاص خلصت التشكيل وسويتها. هنا بتبصم معايا في ايدي، بتبصم في ايدي زي ما انتم شايفين لان هي سخنه، فالمفروض ان انا اصبر عليها ساعه، يعني تسيبيها كده قيمه ساعه في الصاج بتاعها علشان تقدري ان انت تطلعيها وما تبصمش معاكي. اهم حاجه تختبريها وهي في الفرن، لما بتيجي تمسكيها كده بتلاقيها جمدت معاكي، بس هي طبيعي ان هي بتبصم، طول ما هي سخنه هتبصم معاكي في ايدك، لان ديت زي ما انتوا عارفين دي قريبه يعني في ثواني كده، يعني حاجه كده ناعمه وحاجه ايه بتعمل في ايدك. المهم زي ما قلت لك النص كيلو طلع معايا كميه حلوه قوي، ديت اللي احنا متعودين عليها واللي احنا بنشتريها من بره البيضه، هي بتبقى بيضه بيضه من فوق ومن تحت وزي ما انتوا شايفين كده. انما من التانية اللي انا مديالها لون خفيف لون ذهبي دي بقى حسب ذوقك انتي، يعني حسب اللي انتي حباه انتي، حابه تديلها اللون ده مفيش مشكله. طبعا احنا بقى انتوا عارفين ان دي قريبه فمش هنقعد ننقلها بقى في الطبق ونصورها ونرجع تاني، لا هنحطها في العلب على طول. العلب بقى المتاحه عندك، علب التلاجة اللي احنا متعودين عليها وان احنا بنخزن فيها. هنا الكيس بتفتحي الكيس زي ما انتوا شايفين، كل طبقه بتحطي بينها كيس زي ما انتم شايفين كده. يا رب كده يكون الشكل واضح معانا. تدرسي حاجتك وزي ما قلت لك مش دي الكميه، دي مش النص كيلو خالص، دي كان في طبق كده فيه 10 وحدات كده تاخدهم وتاكلهم بألف هنا، فعلشان كده حبيت ان انا اوريها معاكم. ناعمه جدا وزي ما انتم شايفين في منتهى الجمال. يا ريت اللي وصل معايا لغايه هنا كده ما ينسانيش في اللايك والاشتراك وتفعلوا معانا زر الجرس كده علشان يوصل لكم ان شاء الله كل فيديوهاتنا بسيطه وسهله وسريعه، فيديوهات على قد ايدينا كده وحاجه سهله تعمليها نتيجتها تطلع معاكي في منتهى الجمال. انا هنا بحاول ان انا كل مره اوريك الحته ديت علشان خاطر تبقى عارفه. احنا عارفين ان الغريبه بتبقى بيضه، حابه ان انت تلونيها ده حاجه ترجع لك انت، علشان ما فيش حد بس يقول ايه اسيبها تلون ويجي ياكلها يلاقيها فيها نسبه قرمشه صغيره كده يقول لك لا ده مش غريب، لا دي حاجه بترجع لك انت. واشوفكم في رعايه الله وفي حفظه في امانه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.